إيه اللي يخلّي واحد بالشكل والهيئة دي ييجي ينضّف شُقق؟ من شهر ونُص جالي شاب كان اتواصل معايا من خلال إعلان لشغل، كنت محتاج فيه عُمّال باليومية. الشاب جالي ما شاء الله الهيبة باينة عليه، شكله ابن ناس وابن عِز، واستغربت إن واحد بالشكل والهيئة دي جاي يشتغل وينضّف شُقق باليومية. الناس اللي كانوا معايا كلّهم كانوا مستغربين، أخويا الكبير قال لي إن في حاجة غلط، دي مش هيئة حد جاي يشتغل الشغل ده، ده أكيد وراه قصة. إيه هي؟ الله أعلم. تاني يوم نزلنا الشغل، وزعت العمال على مكان شغلهم، وكان الشاب ده صعبان عليا مش عارف ليه، أعمل إيه معاه؟ فخدته في عمارة لوحده وقلت له معاك دور كذا ودور كذا، أي راتش شيله واحدفه تحت. وطلع ما شاء الله بتاع شغل وعنده ضمير وسريع. فجينا آخر النهار أنا حبيته في الله، شاب شكله جميل وطول بعرض ما شاء الله، لا وملامحه بريئة. نزلت أنا وهو وأخويا والحوار دار كالآتي: أنت منين؟ قال لي أنا من كذا. معاك إيه؟ طلع معاه تجارة عربي وكان شغال محاسب في شركة كذا. قلت له شكلك مش بتاع بهدلة ولا مرمطة. قال لي محدش بيختار أقداره ولا نصيبه، بس الحمد لله. قلت له إيه اللي يضطرك للشغل ده؟ قال لي الظروف والشغل مش عيب. قال لي المهم الواحد يلاقي في إيده قرش، أصل الحوجة مرة. أحمد دخل قلوبنا باحترامه وجماله، فقررنا نخليه مشرف على العمال علشان لا يتبهدل ولا يتمرمط. فات أسبوع، خفة دم ورجولة وشخصية قيادية خلت كل العمال والمهندسين اللي اتعاملوا معاه يحبوه ويقولوا لنا انتوا كنتوا مخبيين الناس الحلوة دي فين؟ عرفنا منه لما اطمن لينا ان ملوش حد غير اخ واحد مسافر بقاله 15 سنة وما يعرفش عنه اي حاجة، ووالده ووالدته متوفيين من 6 سنين، وبسبب فشل مشروعه اتداين وبقى عليه $500,000. للأسف صدر عليه أحكام وبقاله 2 سنين على الحال ده، لا عارف يتوظف علشان الفيش صعب يعمله، وأي شغل بيجيله بيضطر يشتغله علشان يقدر يصرف على نفسه. أحمد 29 سنة ما بيفوتش فرض، أي شاب معانا بيشرب سجاير بيفضل ينصح فيه بطلها. فسألته أنت معاك حاجة من المبلغ ده؟ قال لي لأ، أنا يوميتي ما بتتخطاش ال150 جنيه، ولو وفرت قرش بيجي فترة ما بيكونش فيها شغل. طب قصدت حد؟ رد حاولت أوصل لأخويا بس بدون جدوى، وبيتنا إيجار قديم مفيش حاجة فيه أبيعها، وخوفي قابل ربنا بالديون دي ومرتاحش في تربتي، وتعز عليا نفسي إن أروح لجمعيات أو ناس تساعد يساعدوني، وتارك الأمر لله. لو ليا نصيب أسدد ديوني هيسخر لي السما والأرض لقضاء حاجتي. إيمان وعزة نفسه عرفوني أصله الطيب، واللي أكد لي إن لما كنت بحاسبه فاديله مبلغ زيادة يقول لي لأ مش هاخد غير حسابي، ويرفض ياخد الزيادة. من أسبوعين طلب مني 500 جنيه وقال لي اخصمهم من الحساب، وراح جاب كيلو كبدة وفينو وعملهم وغلفهم في أكياس ونزل يوزعهم. فبقول له بتعمل كده على طول؟ قال لي بتمنى، بس الظروف ما بتساعدش طول الوقت، بس حسيت إن محتاج أعمل كده، حاجة بسيطة بس لو ربنا تقبلها بنيتي هيخلف عليا بيها كتير. تاني يوم رحنا كومباوند وخدته معايا، كان هو لوحده معايا وباقي العمال في موقع الشغل. بصراحة أنا عملت كده علشان هو يستفيد لوحده وأقدر أساعده. العميد صاحب الفيلا شافه وهو شغال، قال لي هو مين ده؟ ده شكله ابن ناس وكل شوية ينفض هدومه، بس شكله برضه بتاع شغل. والله ما كان في نيتي حاجة، واتكلمت مع العميد بعفوية وقلت له دي قصته قصة، وحكيت له كل حاجة. فقال لي أيوة كده الموضوع صح، كان ليه يجيب بطاقته. ندهت على أحمد وهو بيديه بطاقته، كان في نظرات قلق منه، حاولت أطمنه وطلبت منه يكمل شغل نص ساعة، وكان كل الأحكام اللي عليه والأماكن اللي شاكياه كانوا مبعوتين في رسالة على الواتس للعميد، وأنا والله ما كنت أعرف هو كان شغال إيه. بعد يومين كان هو عمل تحريات عنه، كلمني وطلب مني أروح له أنا وأحمد. بصراحة ما كنتش عارف هو عايزنا ليه، كنت قلقان عليه جدا وبقول لو حصل له حاجة هبقى أنا السبب. المفاجأة العميد جاب له تاريخ حياته كله. أحمد كان قاعد مخضوض وهو بيسمع وبيردد على لسانه بصوت واطي وأفوض أمري إلى الله، وكأنه كان متوقع إن هيتقبض عليه، مع إن العميد ما كانش في كلامه أي حاجة تقلق ولا حتى حاجة غلط في حق أحمد، بس الخوف سيطر عليه. الحمد لله الفلوس اللي على أحمد اللي كانت للأفراد اتدفعت والناس اتنزلت، وكل ده بكفالة من العميد، جزاه الله كل خير. امبارح كنت قاعد معاه وبقول له ربنا بيسبب الأسباب
بس انت عملت ايه يخلي ربنا يسخر لك الحكومة اللي انت كنت خايف منها؟ لا وكمان هي اللي تساعدك ويخلي هيئتك هي سبب في استغراب الناس علشان تعرف قصتك. قال لي يقين بالله وتفويض الامر لله. انا اليوم اللي عملت فيه الاطعام حلمت ان حد بيديني تفاحة وقال لي زي ما اداك ادي غيره. ما كنتش فاهم الحلم بس نويت اعمل الاطعام وربنا يتقبل النية. 500 جنيه كانوا سبب في سداد 500 ألف جنيه. قصة أحمد علشان أقول لكم ما تستعجلوش لو لسه ما لقيتوش ثمار إطعامكم وصدقاتكم. ربنا بيسبب الأسباب في أوانها، وعلشان أقول لكم علاج ضيق الرزق والهموم والمرض وأي حاجة تانية بالصدقات حتى لو كان بمبلغ بسيط. رب درهم سبق 1000 دينار. أنا حكيت لكم القصة دي واللي ما حصلتش معايا أنا بشكل شخصي، ولكن هي منقولة على لسان حد تاني لأني شفت فيها عبرة مهمة جدا. مش دورك إنك توصل للنتيجة، دورك إنك تسعى وربنا هيعوضك. وخلي قدام عينيك الحديث اللي بيقول ما نقص مال من صدقة، وافتكر إن زي ما بتساعد غيرك ربنا هيسخر لك اللي يساعدك. وبكده البوكش لخص وخلص. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتدعوا لاخواتنا في الأرض المباركة. سلام.